السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة لكم كل اللي انتوا بتتمنوه. النهاردة جايين نتكلم عن موضوع مهم جدا وهو فوائد الشطة. يمكن غريبة شوية ان احنا نتكلم عن فوائد الشطة في عز الحر اللي احنا فيه ده، لانه من المنطقي ان الناس بتبعد عن الشطة للطيور بتاعتها. الطيور ممكن تكون فعلا بتتأثر تأثر سلبي بالشطة ومش بنقدمها للطيور في الحر ده. لكن لما نعرف فوائد الشطة هنعرف ان احنا في حالات نادرة جدا ممكن نستغلها في فصل الصيف، حالات نادرة وبكميات قليلة جدا. تمام، هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل، لكن قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. محتاجين في البداية نأكد على معلومة مهمة جدا، وهو ان الشطة يا جماعة من الاعشاب اللي ممكن تستغلها من غير ما تتضرر بالاضرار بتاعتها. يعني ممكن حضرتك تستخدم الشطة انت كبني ادم او حتى للطيور بتاعتك، وتستخدمها كمان بكميات كبيرة والضرر يبقى قليل عليك. بنلاحظ ده فين؟ بنلاحظ ده عند بعض المطاعم اللي بتعمل بعض الاكلات، تحط الشطة جوه الاكلة ما تحسش ان في اي طعم حراق في الاكل. تمام، بس التأثير بتاع الطعم الحراق بيظهر بعد كده في الهضم بنسبة ما، وبيبقى مخفف شوية. ده لأن الشطة بتبقى مخففة بالخل، مخففة ببعض الإضافات التانية. فلازم نعرف ايه فوائد الشطة، وفي الآخر نقولك ازاي تستغلها في فصل زي الصيف، لأن الموضوع فعلا صعب ومحتاج حد عنده خبرة. أول حاجة مهمة في الشطة إنها فاتح شهية. يعني الطيور بتاعتك لو مش قادرة تاكل ممكن تقدم ليها شطة، هتلاقيها بتاكل عادي جدا وشهيتها مفتوحة. كذلك برضو هتلاقي ان الشطة دي مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات بشكل عام، وده كله طبعا له تأثير كمضاد بكتيري، برضو بتطرد البكتيريا من جسم الطائر. وكل الحاجات دي انت بتلاقيها في الأدوية. كل الحاجات دي انت بتلاقيها موجودة في الأدوية، فما بالك بقى انك ممكن ما تصرفش على الدواء، ما تجيبش أدوية خالص، وتعمل ايه؟ تروح تقدم الشطة، تلاقي كل الفوائد دي خدتها عادي جدا بدون أي أدوية. كذلك برضو هي لها دور في الإصابات الفيروسية. بتطلع الإفرازات اللي موجودة في أنف الطائر أو في جسم الطائر، الافرازات اللي بتبقى سادة القفص الصدري او سادة النفس. كل ده بيدوب وبيطلع عن طريق السخونة بتاعت الشطة، وبيخرج سواء مع الافرازات اللي من منقار الطائر او من بقه او من اي حتة. تمام، او حتى من مخرج البراز والفضلات. تمام، هي بتطرد كل حاجة سواء فيروس، بكتيريا، أي حاجة من جسم الطائر. تمام، بس لازم تاخد بالك من حاجة مهمة جدا. احنا محتاجين إن الفرخة تاكل كويس وتشرب كويس، تشرب كمية من المية كبيرة علشان خاطر الشطة تبقى مناسبة بالنسبة لها. لازم تبقى المية بتتغير باستمرار وتبقى باردة شوية في الحر ده لو هتقدم شطة للطيور في الحر. وهقول لك ازاي تقدمها برضو لأن الموضوع صعب جدا. تمام، لو استخدمنا الشطة بشكل غلط هيكون لها تأثير سلبي على العلف والمية طبعا، وهترفع معدلات النفوق. كده كده الشطة مش بتستخدم في المية. في بعض الناس بتحط الشطة على المية، ده غلط في حر في شتاء، غلط، نبعد عن ده تماما. طيب لما نستخدمها بشكل غلط ايه اللي هيحصل؟ لو هنضيف الشطة على العلف، فأفضل معدل إضافة بناء على التجربة اللي هي دايما بتنجح. تمام، لو هنستخدم طن مثلا يبقى 4 ل5 كيلو جرام. ده معناه ايه؟ معناه ان احنا بنستخدم 4 جرام او 5 جرام على كيلو العلف. اكتر من كده يبقى انت بتستخدم الشطة غلط، واكتر من كده يبقى انت بتضر الطائر بتاعك، سواء في شتاء او في صيف. انا بكلمك في شتاء او في صيف، ملاش علاقة ببرد. انت ما تزودش عن 5 جرام على كيلو العلف. حلو كده، انت لو كترت من الشطة هتبقى حراقة جامد وهتقلل من سحب العلف. يعني الطيور اصلا مش هتطيق ان هي تاكل العلف، لان العلف بيبقى سخن عليهم ومشطشط. مش هيبقى فيه فتح شهية بقى، هيبقى فيه قفل شهية. الطيور مش هتقدر تاكل بسبب الشطة الكتيرة. تمام، ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للكميه على العلف. وبالتالي طبعا شرب الميه هيقف برضو لما الشطه تكتر. هم مش هيحتاجوا ميه على فكره، برضو شهيتهم هتقل ناحيه الميه. بلاش نضيف الشطه للميه اصلا، مش هتدوب في الميه وهتضر الطيور. تمام، ولازم نغير ليهم الميه باستمرار.
ونبدل ليهم الميه باستمرار. كذلك برضو لازم نتاكد ان مفيش اي التهابات او تقرحات معويه او ارتفاع في درجات الحراره، لان ده هيضر الطيور بشكل كبير جدا. طيب ازاي مع ارتفاع درجات الحراره دي نستخدم الشطه؟ موضوع بسيط خالص يا جماعه، احنا مش هنقدم الشطه اصلا في وقت الذروه. وقت الذروه في الظهر او بالعصر او قبل ما المغرب يجي مش هنقدم اصلا شطه. الشطه بتتقدم بالليل خالص، تمام، بالليل خالص، والجو طراوه، او بتتقدم صباحا والجو طراوه. تمام. اي نعم دلوقتي مفيش جو طراوه اصلا، بس انا بقول لك يعني انت ممكن تختلس كده يوم معين في ايام الاسبوع يبقى الجو فيه لطيف شويه، تحس ان فيه نسمه هواء، الجو مش حر، تقدم الشطه وبكميات قليله، بالكميات اللي قلت لك عليها. ولو حابب تقلل عن كده كمان عادي جدا، هتاخد الفايده ومش يعني مش هتضيع عليك الفايده. تمام. فاحنا مهم جدا ان احنا نقدم الشطه في الميعاد المناسب وبالكميه المناسبه، تمام، وللطائر المناسب، لان الطائر لو عنده مشاكل تتعلق بالتهابات او تقرحات او اي حاجه الشطه هتزودها، يبقى نبعد عنها فورا، نبعد عنها فورا، لانه مش من المنطقي ان الطائر يكون ملتهب وتديله شطه، انت كده بتزود الالتهابات. طب هي ازاي مضاده للاكسده ومضاده للالتهابات؟ مضاده. ليه مضاده؟ لان هي اصلا بتعمل التهاب خفيف في جسم الطائر. الالتهاب الخفيف ده عامل زي ايه؟ يعني زي ما تقول كده بيخلي جسم الطائر عنده مناعه ضد الالتهابات. مناعة ضد الالتهابات، وقاية ضد الالتهابات. دايما الوقاية بتبقى عن طريق انك تدي للطائر مصل من الفيروس. يعني مثلا لما بتيجي تعمل وقاية ضد انفلونزا الطيور بتدي للطائر مصل من الفيروس نفسه بتاع انفلونزا الطيور، علشان يبقى الطائر قادر على تحمل بعد كده الفيروس لما يجيله وما يأثرش عليه. كذلك الشطة هي بتسخن الجسم وبتعمل التهابات خفيفه في جسم الطائر، تمام، بس ما تقدرش تقول عليها التهابات، وانما هي بتسخن جسم الطائر فيبقى عنده مقاومه كبيره جدا للالتهابات، ولانها طبعا مليانه بمضادات الاكسده. فلما تستخدم حضرتك الشطه استخدمها في المكان المناسب بالكميه المناسبه في الوقت المناسب مع الطائر المناسب. ما يبقاش الطائر عنده اسهال او عنده التهابات في اي حته من جسمه وتستخدم الشطه، هتكون مضره جدا بالنسبه للطائر. وطبعا دواعي استخدامها احنا عارفين كويس، قله الانتاج، ضعف الخصوبه، لو في الشتاء عايز تدفي الطيور، فتح الشهيه، كل الحاجات دي بتفيد فيها الشطه، لكن تستخدمها صح علشان ما تنقلبش الفوائد الى اضرار. لان كل الخوف دلوقتي، وده اللي انا عامل الفيديو عشانه اصلا، كل الخوف من انقلاب الفوائد بتاعت الشطه الى اضرار في فصل زي الصيف. تمام. فوائدها كتيره جدا، لكن الاضرار برضو لازم ناخد بالنا منها. ده كان الفيديو، ما تنساش قبل ما تمشي تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديده اول باول. ونشوفك على الف خير في حلقات جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.